شركة سيلز فورس في بورصة نيويورك اتطلب مني اتكلم عنها، نشتري سهمها ولا لا؟ السهم ارتفع في خلال سنة حوالي 82%، ومع ذلك يعتبر اندر فاليود بحوالي 23%. ده طبعا بناء على الكاش المتوقع ان الشركة تطلعه في الفترة الجاية. الشركة بتبيع بحوالي 34 مليار دولار وبتعمل ارباح 2.6 مليار دولار بهامش ربح مش كبير حوالي 7.6%، وده مخلي نسبة سعر السهم للارباح حوالي 101 في حين المتوسط بيساوي 63. السنة اللي فاتت بس مبيعات الشركة ارتفعت 832%، ومتوقع نمو الارباح بنسبه 28% سنويا، وده اعلى من المنافسين كلهم. ومتوقع ان الار او اي او ريتيرن اون ايكويتي او عائد استثمارات حاملي الاسهم يوصل لحوالي 14%، في حين ان الصناعه دي متوسطها 10%. نسبه القروض لاستثمارات حاملي الاسهم بتساوي 16%، وهي كمان بتقل. كانت اعلى رقم سنه 2021 لما كانت بتساوي 21.5%.